لسه مذاكر عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف بس يعني تقريبا اغلب الوقت اللي انا بذاكر فيه انا بحس ان انا عايز اعمل فيديو. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو ملوش لازمة. لا والله بس عايز اعمل فيديو، يعني مش الكتب هنا اهي، نقلتها كانت هنا بقت هنا. شايفين هرم القهوة مش باين في الفيديو. انا بكلم نفسي عامة وعارف ان الفيديو ده محدش هيشوفه، بس سايبه ذكرى كده لبعد الثانويه، ممكن تهب منه وابعته لاصحابي زي الفيديو اللي فات. بس الفيديو اللي فات كان اوفر ريتد الصراحه. بس هنرجع نشوف بس حجم الكتب اللي ورا دي وايه. على فكره انا 175 سم، يعني الكتب دي طولي. في كتب هنا تاني والله. الحيطه هنا بايظه شويه بس ان شاء الله يعني هنكون من هنا لحد ما الفيديو ده اشوفه بعد الثانويه، هكون ان شاء الله في البيت الجديد ان شاء الله. والله اعلم الكليه هتكون كليه ايه، مش عارف. عندي غمازه مش عارف هي طلعت لي امتى الصراحه، بس حلو. حلو والله. شعري منكوش بس مش مشكلة، عادي يعني. مش فاضي في ثانوية عامة، مش فاضي لانعكاشة الشقة. في إضاءة نازلة ينعل. أظن الأول كان أحسن، بس أنا لما بقرب كده بيكون أحسن. كده الإضاءة لحظة. تمام لحظة. هوب بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين إيه؟ فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن مش عارف أعمل فيديو تحفيزي ولا لأ، بس عامة الباي حاسسها أكبر من المرة اللي فاتت، مش عارف ليه. بس مش عارف يعني ما بنزلش الجيم. كنت المفروض انزل الجيم السنه اللي فاتت. كنت المفروض انزل جيم انا كنت نزلت جيم انا اخر مره نزلت جيم كان من سنتين او من سنه. كنت نزلت في شهر 9 وقعدت في شهر 12، كانت خزوه. بس ما علينا. الناس بتقعد من الجيم بعد ما الناس بتروح الجيم بعد ما بتتخزوق، انا بروح الجيم بعد ما بتتخزوق. انا بقعد الجيم. ما علينا. الناس بتروح الجيم بعد ما بتتخزوق، انا بروح الجيم. انا بقعد من الجيم بعد ما اتخزوق. سعادتك بتكلمني؟ ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو ملوش لازمه بس يستحق اللايك. معلش انا في ثانويه عامه فاستحملوني، يعني هو حبه الهبل دول عشان انا في ثانويه عامه. انا حتى بنطق اسمها غلط، ثانويه. على فكره الحيطه دي انا اللي هناك ده ورق، اللي هناك ده ورق. انا بقى انا بلزق الورق على الحيط عشان ما انساش. اللي هو في ناس بتجيب دبابيس كده لا انا بجيب لزق دبل فيس وبلزق اللي انا في هنا. انا بحسبه عرق، ما علينا مش عرق. عضلات بقى وبتاع. بروح الجيم ساعد بقى بس مش بالمعنى يعني جسمي نزل، يعني جسمي نزل. عضلات بقى وبتاع. انا لما كنت بروح الجيم كان دراعي ده قد كده. التيشيرت ده ما كانش عندي، ده التيشيرت ده لو كان عندي ساعتها يا لهوي ده انا كنت هلبسه وامشي في الشارع. خسيت وكما حسيت هزيت راسي ومشيت. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو ملوش لازمه. تدريجة حلوة. تدريجة دي طرش. شعر منكوش بس سيبكوا انتوا من الشعر. تدريجة طرش. لقيت موضوع نتكلم فيه. السلام عليكم، انا مصطفى كمال وده فيديو جديد. يا رب يعجبكم. النهارده احنا جايين نتكلم عن اسطورة العالم نمبر 1 رقم واحد، عمي وعمك وعم الناس، كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو امبارح يعني والله فرحته كانت بالدنيا. يعني انا ما فرحتش في العيد زي ما فرحت لكريستيانو رونالدو. رقم واحد في الشرق، هو حاليا في الشرق الاوسط رقم واحد، لان هو في السعوديه، بس هو رقم واحد عالميا يعني مش شرق اوسط بس، هو في العالم كله. حاسس ان انا صلعيت من هنا بس مش صلع، لا هو انا شعري بس ايه. اهم حاجه ان انا بتكلم في نفس الموضوع، يعني ما بغيرش من موضوع لموضوع زي ما انتم شايفين. طبعا من اول ما بدات الفيديو مش عارف مين اللي هو شايفين الصراحه. انا مش هنزل الفيديو ولا هعمل اي حاجه. انا حاسس ان انا اتهبلت لان انا بكلم كاميرا. مش كاميرا، ده كاميرا تابلت لان انا ما عنديش كاميرا. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ قمرو. والله ما عارف اقول هو عشان اعمل كده ليه. انا غالبا ممكن ابعت الفيديو ده لاصحابي غالبا يعني. المفروض ان انا بذاكر عربي دلوقتي. انا قلت لكم في اول الفيديو ولا ما قلتش؟ ما قلتش. ما علينا. المفروض ان انا اذاكر عربي دلوقتي او بذاكر عربي، بس انا يعني مش عارف. انا وقفت الفيديو، كنت قايم انقل الكتب دي، فجيت لسه بشغل فيديو قلت بقول لك ايه، ما تعمل فيديو. نحس ان البايك كبيره كده وبتاع.
الباي متظبطه بقى، وتصور كده اعمل فيديو جيب بنات بقى وريتش وبتاع، مع اني مش هنزل الفيديو، بس هو عشان انا بفتكره بعد الثانويه. انا مش عارف، انا تقريبا انا سايب كل حاجه لبعد الثانويه. عارف انت لما تقول ايه، انا هسيب كل حاجه لبعد العيد. مثلا يجي واحد يقول لك ايه، مش هنخرج بعد العيد، مش هنعمل بعد العيد، فهو تيجي بعد العيد ما تعملش حاجه وتفضل نام. بس مبدئيا يعني انا ما حسيتش بالعيد. كنت قاعد بحل امتحان العربي، انا مش عارف انا هعيط ولا ايه. كنت قاعد بحل امتحان العربي بتاع مستر محمد صلاح نمبر 1 طبعا. الناس اللي بتنتقد محمد صلاح دول ما لهمش لازمه. فمحمد صلاح كان عامل امتحان 90 سؤال، 89 سؤال، قلت 90 سؤال يعني. تخيل تحل امتحان 90 سؤال يوم العيد ده. مش عارف قعدت فيه كام ساعه. لا وكل اسبوع كده يعني انا ملاحظ ان كل اسبوع بينزل لنا امتحان 90 سؤال وغير بقى الواجب. يعني هو بينزل واجب وتحت امتحان، بتقعد تحل الواجب بتاع 70 80 90 سؤال، وبعد كده اما تخلص تلاقي نفسك جايب درجه وحشه، فتقوم رايح للامتحان تلاقي بعد ما تخلص تلاقي نفسك جايب درجه وحشه. مش عارف هنستفاد ايه، بس يعني اكيد من كتر الحل هنستفاد يعني، وهم ما بيعملوش حاجه غلط. يعني انا مثلا قعدت في امتحان قبل كده، او مش كان امتحان، كان واجب عادي، قعدت فيه بتاع 4 ساعات او 5 ساعات، فجيت مثلا اخر 10 اسئله دول هبتهم جبت 70%. عارف انا بقول درجه زي دي ليه؟ بس يعني ايه، المفروض ان انا شاطر يعني وبذاكر وكده، فلما اقول 70% الناس تبص لي كده 70%. ولا بقى ايه، الناس بتوع المنصه داخلين يكلموني، انا حاسس ان انا اندمجت معاكم فعادي يعني. اخواتي اللي ما جابتهمش امي، اخواتي اللي جابهم الغمازه باينه صح. مش عارف، انا حاسس ان الغمازه دي مؤقته، مش عارف ليه. كنا بنقول ايه، نسيت والله بجد. انا عندي ازيكم يا جماعه عاملين ايه، انا مصطفى كمال وده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. يعني انا مش عارف الصراحه، يعني انا مش عارف يعني. كان نفسي ابدا محتوى، نفسي والله ابدا محتوى. مش عارف انا بحكي ليه، بس يعني مش عارف، عايز افضفض كده. نفسي ابدا محتوى من زمان يعني. عملت محتوى وانا صغير في 2017 18 حاجه زي كده، ساعه بقى ما كان التيك توك منتشر بشكل غبي. كان الناس بيطلعوا بقى، كان ايام اديداس ساعه التيك توك كان بيطلع يقول 5000 جنيه اهم يا صاحبي والجو ده. فانا كنت عايز اعمل محتوى يعني. جت عليا كان في حوار الليبسينج، مش ليبسينج، كان ان هو ليبسينج وبتغير اللي هو تعمل كده تقلع التيشيرت. فانا ممكن اعمله دلوقتي، بس لا انا حاسس الموضوع يبقى كرنج. مش عارف همنتج الفيديو ده ولا لا. انا حاسس ان انا همنتجه وانزله على النت، مش عارف، ممكن بس لو نزلته الناس هيقولوا ده قاعد فاضي ما بيذاكرش، ده بيعمل فيديوهات. يا جدعان يا جدعان، مش 10 دقايق اللي انا صورت فيهم الفيديو دول وساعتين بمنتج مثلا، او يا عم قول 10 ساعات بمنتج، اقسم الفيديو على اسبوع مثلا، كل يوم منتج فيه نص ساعه كده. مش مهم يا جدعان يعني. انا مش هفضل اذاكر 24 ساعه. انا مش عارف انا بتكلم في الموضوع، انا حاسس ان انا بتكلم مع ابويا بس يعني. ازيكم يا جماعه عاملين ايه، انا مصطفى كمال وده فيديو جديد، يا رب يعجبك يعني. فالمهم يعني بدات اعمل تيك توك. كنت بعمل كان زمان العجوز والكساحه، الناس دول كانوا بيعملوا تيك توك زمان، كانوا مشهورين وفايرالين جامد. كانوا بيعملوا فيديوهات اللي هم يغيروا التيشيرتات والجو ده. فانا كنت بقى ايه، منزل برنامج اسمه فيفا كات، ده كنت بستخدمه. كنت بقى منتج بيه الفيديوهات بتاعتي وانزلها وبتاع. كان حاجه على قد الايد كده، بس كنت جايب ريتش. فجم بقى ناس هم اعداء النجاح، مش عارف انا كنت ناجح ولا لا اصلا، بس في ناس احبطوني لان انا ما مسحت الفيديوهات اصلا كلها. وجيت في 2020 ايام كورونا، انا فضلت اعمل فيديوهات لحد 2019. جيت بقى، انا بحب السوشيال ميديا عامه، مش بحبها اللي هو لا ان انا انزل عليها فيديوهات. فجيت في 2020 ايام كورونا كنت حابب ان انا اعمل فيديو او فيديوهات، اعمل شانل على التيك توك وكده. فعملتها عشان كنت ناسي باسورد القديمه، ما اعرفش القديمه موجوده ولا لا. فعملتها وبدات ان انا اعمل تيك توك. كنت بعمل فيديوهات زي عارفين انتوا شاهدي معكم لحياه افضل والناس دي، انا كنت بعمل زيها كده بس مش زيها بالظبط يعني. كنت بعمل زي علي فردون مثلا. فبس لا، جيت بعدها في ناس برضو احبطوني، فمسحت كل الفيديوهات. فايرال ساعتها، مش فايرال قد كده، بس كان عندي يعني مثلا ايه، كان اقل فيديو جايب 400 لايك. 400 لايك مش شويه بالنسبه لي يعني، عشان انا بس بعدها بقى ايه، جيت برضو مسحت الفيديوهات. جيت السنه اللي فاتت او في السنه اللي فاتت او لا مش فاكر، السنه اللي فاتت في امتحانات الترم الاول تاني سنه. فجيت نزلت فيديو انا منتجته كده، وجي في بالي كده كنت بسمع فيديو على التيك توك، فقلت لقيت في المزيكا كده اغنيه. بس انا حاليا الحمد لله تايب من الاغاني والموسيقى والكلام ده كله. يا ريت تتوبوا من الموسيقى عشان هي حرام، يعني تعذبوا عذاب انتوا مش هتستحملوه. فما تسمعش، اسمع قران. هتسمع اغاني، بص انت لو هتسمع اغاني مش عارف تبطلها يا عم اسمع لوحدك، ما تسمعش حد معاك، شيل ذنبك انت لوحدك، ما تقعدش جنب واحد تخليه يشيل ذنب. تمام؟ فعايز تسمع، اصل بص هقول لك على حاجه، لما تيجي تسمع قران هتلاقي نفسك مفتخر وعايز الناس اللي حوالينك يسمعوا معاك انت من جواك. اما لما تيجي تسمع اغاني هتحس مثلا لو ماشي في حته في منطقه وكده تتكسف وانت مشغل اغاني، اما لو مشغل قران هتشغل الماني. بس يعني عامه الفيديو جاب 4 مليون او 3 يعني، داخل على 4 مليون. فانا
بقى منه كان في مزيكا وكده، فانا عملت الفيديو برايفت، ما رضيتش امسحه الصراحه، يعني الفيديو فايرال، فكنت منزل كام فيديو كده انا مصورهم. ممكن احط مش عارف، ممكن اكتب اليوزر بتاع التيك توك بتاعي هنا، مش عارف لو منتجت الفيديو ونزلته اصلا ولا لا، ما اعرفش. انا اساسا ما حدش بيمنتج لي ولا حد بينيل، انا اللي بعمل كل حاجه. والله عايز اعمل اليوتيوب. انا فكرت كتير، اللي هو انا بلعب بابجي، مش هقول لكم لا، انا بلعبها، انا لعيب عامه، معايا اكونت بقى وميسك فاشن وبدله اكس بقى وبتاع، حوار ليفل 2 بدله الجديده بتاعت الفرعون الجديد. ما علينا، لو ما حدش بيفهم في بابجي عامه، بس انا معايا 5 كونكر تجيب الساتت، بس عشان بذاكر ما فهمتش 5 كونكر. انا اتهبلت، انا اتجننت الصراحه. انا محبوس، انا مش محبوس يعني، انا بحب العزله عامه، بس مش لدرجه ان انا اقعد شهرين كل يوم روتين يومي، اللي هو انا بقعد، مش هقول لكم انا بذاكر كام ساعه، طبعا بذاكر كتير بالنسبه لي على الاقل، هو كتير، وقت كتير فعلا، بس انا تعبت. انا مجرد اني بعمل فيديو ده بس انا بفك عن نفسي شويه، لان انا ما بخرج يعني. انا بدات انسى ازاي اساسا، انا مش عارف لما اروح الامتحان اكون لابس ايه، مش عارف البس ايه، ما خرجتش من زمان. المهم اخر مره خرجت كنت انا وايمن صاحبي، رحنا سيتي زون، لو حد يعرفها سيتي زون في الشرقيه عندنا، ما اعرفش انا انزل الفيديو ده على النت ولا لا، بس المهم يعني ايه، طلبنا، ايوه ايمن لو شايفني يا ايمن وحشني والله، طلبنا بيتزا، طلبنا بتاع ده بطاطس وحاجات، فانا ما طلبتش بطاطس، انا مش عايز، انا عايز بيتزا بس، انا طلبت البطاطس وبتاع، فطلبت البيتزا قصدي، فاحنا جينا اكلنا البيتزا والبطاطس، جينا بنحاسب لان البطاطس ب 90 جنيه، هم كانوا حبه قد كده. انا مش معترض على انا ما بيفرقش معايا فلوس، بس الفكره في ان هو مش انا اللي هدفع عامه يعني، دي مش حاجتي، بس الفكره في ان هو ال 90 جنيه دول انا كنت ممكن اروح اشتري بيهم كيلو بطاطس واروح اعمل انا بطاطس اصلا، ما انا ممكن اروح اشتري الحاجات واشتري البهارات واشتري كل حاجه واعمل انا بطاطس في البيت. انا حاسس ان انا عمال اتنقل من موضوع لموضوع في الفيديو داخل على تلت ساعه، يعني انا لو كنت قعدت تلت ساعه دي سمعت الفيديو بتاع المراجعه كان زماني خلصت. انا بضرب السرعه في 2، فما علينا. انا بقول كفايه كده، ممكن اعمل فيديو تاني، ممكن لا، ممكن اطلع عن السوشيال ميديا، ممكن لا، ممكن انزل فيديوهات. باي باينه، باي باينه. وحشني الجيم والله، كانت ايام عسل. ما علينا. كل سنه وانتم طيبين، نسيت اقول لكم. وصلي على النبي، لو ما بتصليش صلي، وادعي لاخواتنا في فلسطين. اعمل فولو لايك واكسبلور، انا مش عارف انزل الفيديو ده على النت ولا لا، بس عامه يعني لو نزلته على التيك توك اعمل فولو لايك واكسبلور، ولو عملت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب او اشتراك او اي حاجه يعني اللي بيتعمل اعمله، واعمل لي بلوك. عايز اقول ايه، كريستيانو رونالدو عمك اني احبكم في الله. لو ما بتذاكرش ذاكر والله العظيم، يعني بعيد عن الهزار والفيديو واللي انا بعمله ده كله، بس انت لازم ذاكر وتعب. لو بص هقول لك على حاجه، انت لو عندك القدره، انت لو شايف ان انت تقدر اعمل، اما انت لو بقى بايع الموضوع من الاول وكده، شوف حاجه تانية انجح فيها والله بجد يعني. انت لو مش ناجح في التعليم، شوف حاجه تانية انجح فيها. دول عشان والله يعني بعدي بايام صعبه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، وما تنسونيش بقى من صالح الدعاء.